النهارده هنتكلم على اول نوع اللي هو البريبيد اكسبنس. احنا قلنا ان عندنا 4 انواع، فهنتكلم على اول نوع اللي هو البريبيد اكسبنس. تعالى كده اما نكتب المعادله المحاسبيه عشان نعرف هتاثر ازاي لو انا عملت بريبيد اكسبنس. انا عندي assets equal liability plus owner's equity، والاونرز ايكويتي دي فيها حاجه اسمها revenue minus expense. مش هندخل قوي في الانفستمنت ولا الدروينج، يعني مش هتفرق معانا قوي دي. خلينا في الاثنين دول بس مهمين دلوقتي. انا دفعت فلوس مقدم فبقى ليا منفعه في المستقبل، فبالتالي ده اصل، فانا برميه هنا assets. انا مثلا بوليسي التامين يبقى بريبيد انشورنس بوليسي، بريبيد انشورنس بوليسي، ده اصل ب 600 مثلا. ليه اصل؟ لان انا دفعت فلوس فخرج فلوس من عندي، بس بقى عندي مكانها ايه؟ عندي بوليسي التامين. البوليسي التامين دي لمده سنه، فهستفيد في المستقبل. اي حاجه هستفيدها في المستقبل تبقى اسمها اصل، ما اسمهاش مصروف. يبقى انا اسمها ايه في المستقبل؟ طب انا اشتريت سبلايز، فبرضه السبلايز دي حاجه ب 2500 اصل. ليه؟ هستفيد بيها لمده 3 شهور قدام، فهستفيد في المستقبل، يبقى اصل عندي. طب ودفعت الفلوس كاش، الكاش قل، فانا بقى عندي اصل والكاش قل. طيب مثلا اشتريت مكنه، اشتريت اكويبمنت، ما رميتهاش مصروف. ليه؟ لا، لان هستفيد بالاكويبمنت دي لمده سنين قدام، فهي اصل عندي. كل شهر او ما اقللها شويه، فاشتريت اكويبمنت معده. فاي حاجه انا دفعت فلوسها او اخدتها بس عليا التزام، ما دفعتش فلوسها بس عليا التزام، فانا عندي منفعه مستقبليه اهي، خدتها وعليا التزام. زي السبلايز، اشتريت سبلايز بس لسه عليا فلوس، مش مشكله، سيبك من دي. فانا اشتريت سبلايز بقت اصل. ليه؟ لان هستفيد بيها لمده 3 شهور قدام، هستفيد بيها لسه قدام، فدي تعتبر ايه؟ تعتبر اصل. اجي كل شهر بقى اقوم قايل ايه؟ اقلل الاصل ده وازود المصروف ده. ليه؟ ما هو انا السبلايز البريبيد انشورنس بوليسي هاجي كل شهر اقوم جاي مقلل ده ب 50، فهيبقى ده هيبقى كام؟ 550. لما اعمل له ناقص 50 بقى 550، وده زاد ب 50. ده الشهر الاولاني. الشهر الثاني انقصها هنا ب 50 وهنا تبقى 500 بس رصيدها 500 يعني، وهنا ازود 50. الشهر الثالث انقص 50 بقت 450، ده رصيدها، وهنا ازود 50، وهكذا 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 لحد اخر ما اخلص ال $600 اخر السنه، لحد اخر السنه. يبقى انا عندي ايه؟ انا عندي اصل. كل ما الاصل ده انا حطيته اول ما اشتريته جبته اصل، كل شهر هاجي اخر الشهر قبل ما اطلع القوائم الماليه وقبل ما اعرض التقرير اقوم مقلل الاصل بالجزء اللي يخصه وازود المصروف بالجزء اللي يخصه. فدايما القيد هيبقى من حساب ايه لحساب ايه؟ هيبقى من حساب اكسبنس ديبت، اكسبنس كريدت اسيت، من غير ما تفكر. طب لو انت ما عملتش القيد ده هيبقى انت خليت الاكسبنس ما ثبتهاش، يبقى اندر استيميتد، قيمتها اقل مما تجب، والاسيتس بقت اوفر استيميتد. لسه 600 وهي المفروض هي كده اوفر، هي زياده عن المفروض تبقى 550، هي كده اوفر لو انا سبتها زي ما هي. يبقى لو انا ما عملتش القيد ده الاكسبنس بقت اندر استيميتد، قيمتها المفروض تزيد، ما زادتش، بقت اندر، بقت قليله. انما الاسيتس بقت اوفر، زياده، ظاهره بزياده لو انا ما عملتش قيد اللي هو البريبيد اكسبنس دوت. فانا كده فهمت البريبيد بعمل فيه ايه بالظبط. اي حاجه هستفيد بيها لفتره كبيره قدام ده اصل، ولازم كل شهر استهلكه بقى، كل شهر اثبت مصروف. فدايما هقول من حساب ديبت مصروف، كريدت اصل. ديبت مصروف زود المصروف، وكريدت اصل قلل الاصل. لو ما عملتوش انا عملت اندر استيميتد للمصروف وعملت اوفر استيميتد للاسيتس. وهناخد اكزامبلز على الموضوع دوت في المحاضرات اللي جايه. اشوفكم الفيديو اللي جاي.